انت فاتح الموبايل بتقلب عادي، وفجأة يطلع لك فيديو ترند، ملايين المشاهدات، ملايين الكومنت. فتسأل نفسك، هو ايه السحر اللي ورا الفيديو؟ ليه الفيديو ده كسر الدنيا؟ الحقيقة ان اللي انت شايفه على الشاشة مش دايما هو اللي بيحصل في الواقع. الكاميرا ساعات بتبين نص القصة وتسيب النص التاني مستخبي، وده اللي هحكي لك عنه دلوقتي. معظم القنوات الشهيرة مش بتستنى الفكرة تيجي كده وخلاص، لأ، في ورق واجتماعات ومتابعة يومية للترندات، وبيشوفوا الناس بتتكلم عن ايه وايه اللي بيخلي المشاهد يقف وما يعديش. ساعات يقعدوا بالساعات يلفوا حوالين جملة واحدة أو عنوان فيديو علشان يخطف عينك من أول ثانية. عارف الفيديو اللي بيبان عفوي وطبيعي جدا ده؟ ساعات قبل ما بيتسجل بيتعاد 10 مرات، في مشاهد اتقصت وضحك اتسجل مخصوص، ومواقف كانت تمثيل مش واقع. في ناس بتبان ضحكة ومبسوطة، لكن بعد التصوير بيكونوا مرهقين أو متضايقين. الضغط اللي ورا الكواليس كبير جدا، أكبر مما أنت تتخيل. المونتاج مش مجرد قص ولزق، كل ثانية ليها معنى. الموسيقى بتختار بعناية علشان تخليك متأثر ومتحمس. الصور والعناوين بتتعمل علشان تخليك تحس إنك لازم تفتح الفيديو حالا. ده مش صدفة، ده شغل مدروس. القنوات الكبيرة مش مجرد محتوى للمتعة، دي صناعة وراها رعاة وإعلانات وشركات بتدفع ملايين علشان الفيديو يتشاف. كل لايك وكومنت ومشاهدة ليها قيمة، وكل ما القناة بتكبر كل ما المنافسة بتكون أقوى، والمحتوى بيبقى أحيانا مضغوط لدرجة إن صاحبه ينسى نفسه. القنوات الكبيرة دي مش مجرد محتوى بس وخلاص، لكن كل اللي بتشوفه على الشاشة مش كله بيكون حقيقي. مش كل الضحكات ضحك، ولا كل القصص قصصهم، ولا كل النصايح من قلبهم. في ناس بتعمل محتوى علشان تساعد، وفي ناس بتعمله علشان تسابق على المشاهدات، وانت اللي في النص تتفرج وتصدق أو تفكر وتسأل. الخلاصة، المحتوى اللي بيظهر لك على الشاشة ليه وجهين: وجه بيلمع قدام الكاميرا، ووجه تاني مستخبي في الكواليس. والمطلوب منك إنك ما تصدقش كل حاجة بعينيك، خلي عقلك دايما صاحي، وخلي السؤال دايما مفتوح: هل النجاح على اليوتيوب مجرد موهبة وحظ، ولا في خطط سرية بتتصنع ورا الكاميرا واحنا كمشاهدين ما بنشوفهاش؟ تابعوني دايما، وعندنا دايما أسرار الكواليس خلف الشاشة.